أثناء زيارة الرئيس إبراهيم الحمدي لسوريا، زار حلب وحمص وحماه، حيث الجماهير الغفيرة لاستقباله. في أثناء الزيارة، سأل عبد الحلوي مخدام، وزير الخارجية السوري، الرئيس الحمدي عن الفرق بين الحركة التصحيحية التي قادتها في اليمن والحركة التصحيحية التي قادها الرئيس حافظ الأسد. رد الرئيس الحمدي بذكاء: الحركة التصحيحية في سوريا مهمة لاستكمال بناء الدولة، في حين أن محركنا الحديث في اليمن لمكافحة الفقر وأنشطته منظمة غير قادرة على خلق الزراعات الطبيعية للبناء. استمع الرئيس إلى وجهة نظر الزعيم اليمني حول العلاقات القومية والوحدة العربية، مشيرا إلى أن الوحدة تحتاج إلى تهيئة كاملة في جميع المجالات ونية صادقة. الرئيس الحمدي أشار إلى أن من يصدق نواياه سيكون أول من يتنازل عن السلطة في المؤتمر العام للفلاحين العرب. الرئيس حافظ الأسد كلمة فيها بالرئيس إبراهيم الحمدي، واصفا إياه بأنه الأكثر وحدوية منا جميعا.